بما اننا داخلين على الاعياد، فتعالوا بقى نعمل تنظيف بشرة في البيت احلى من بتاع العيادات. اول حاجة طبعا هو تنظيف البشرة وغسلها بالغسول المناسب لبشرتك، وانا هنا استخدمت ريتاليا فوم كلينزر. غسول ريتاليا الفوم بينظف المسام كويس جدا وبيخلي البشرة تبقى نظيفة جدا. تاني حاجة استخدمت سيرم الهيلورونيك اسيد بتاع ريتاليا، وحطيت منه على كل بشرتي لان انا محتاجة البشرة تكون مترطبة كويس قوي. لان انا هعمل هعمل شيفنج، والشيفنج هنا انا بستخدمه كبديل للديرما بلانينج. ده بيشيل طبقة الخلايا الميتة المتراكمة على البشرة، كمان بيشيل كل الشعر الوبري الموجود في البشرة من غير ما يعمل لها التهابات. زي ما انتوا شايفين كده شال كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، وبيسيب ملمس البشرة حلو جدا. والناس اللي بتخاف من ان هو يتقل الشعر، ما بيتقلش الشعر في البشرة خالص. وانا بقالي فترة بستخدم الشيفنج، بس اهم حاجة تستخدميه صح. خطير. تاني حاجة هو انك لازم تعملي بقى ماسك بما انك بتعملي تنظيف بشرة. وطبعا مفيش احلى من الطمي علشان خاطر تعملي ماسك تنظيف للبشرة. وانا هنا استخدمت الطمي الاخضر او البانتونايت لانه مناسب جدا كمان للبشرة الدهنية، بيشيل كل الدهون الزيادة الموجودة في البشرة، وكمان بينظف المسام حلو جدا، فمش هيبقى فيه اي رؤوس سودة خالص. اول حاجة بحط منه معلقة لانه هو بيكون في صورة باودر كده. طبعا الماسك ده برضو من ريتاليا وبيكون في صورة باودر عشان يقعد معاكي فترة طويلة جدا. باخد منه معلقة وابتدي ان انا اخلط معاها معلقة من مية الورد، وبعد كده بفرده على بشرتي واسيبه لغاية ما ينشف خالص. زي ما انتوا شايفين انا ما كنتش قادرة افتح بقي ولا اتكلم لان الماسك كان نشف على البشرة وشدها خالص زي ما انتوا شايفين. هروح بقى اغسله، وهنا بعد ما غسلته مش عايزة اقول لكم، مش محتاجة ان انا اقول لكم، اظن شايفين النتائج عاملة ازاي. البشرة بجد نظيفة جدا، والمسام نظيفة، الأنف نظيفة جدا من أي بثور سودة أو رؤوس سودة. وبعد كده بقى هرجع تاني أرش تونر، وبعد كده أحط من سيرم الهيلورونيك. طبعا رشيت التونر عشان خاطر أعمل انقباض للمسام، وبعد كده حطيت سيرم الهيلورونيك أسيد عشان بقى أنا دلوقتي في الفترة بتاعة الترطيب. أنا عملت تقشير وخلاص، محتاجة ان انا اعمل الترطيب. وطبعا تنظيف بشرة وجلسة نضارة وحاجات كده ما تكملش الا بكريم لبان الذكر من ريتاليا عشان خاطر يرطب البشرة كويس قوي. وبما اننا بقى في عيد وجلسة تنظيف وكده يعني، فعملت الخطوة الإضافية وهي شوية مساج للبشرة ينشطوا الدورة الدموية عشان خاطر الخدود تورد. وما تنسوش كمان ترطبوا شفايفكم لانها بتفرق جدا جدا في شكل الوش قوي. وحطيت ليب بالم، ودي كانت النتيجة. حقيقي بشرتي كانت نظيفة وبتتنفس جدا. وكل سنة وانتم طيبين. قولولي ايه رأيكم، ويلا ما تكسلوش ووفروا فلوسكم وقومي يلا دلوقتي واعملوا كل الخطوات دي في البيت. كل المنتجات متوفرة من ريتال. باي باي.